نزوات الرجالة بنعديها ونحافظ على البيت ولا نطربق البيت على دماغه؟ ما تقوليش نزوة وعدت وخلاص حياتي اتهدت. هو صح ان الست تهد بيتها عشان نزوة، ولا للكرامة احيانا قول اخر؟ المثل بيقول ايه؟ لكل مقام مقال ولكل فعل رد فعل. طب والخيانة رد الفعل واحد فيها برضو ولا فيها فصال؟ بص يا خيبتك منك ليها، كرامتك اهم حاجة في الدنيا، والثقة لو ضاعت ما بترجعش. بس مش اي نزوه يكون رد فعلك فيها الطلاق. عايزاكي تتعلمي امتى بقى تاخدي موقف وامتى تسكتي خالص وتقولي الحساب يجمع. تعالي وانا اقولك. الرجاله ساعات بتخيب بعد الجواز وبتعمل تصرفات عبيطه، وتحسيه فجاه بيعمل تصرفات مراهقين او بيبقى عامل زي العجوز المتصابي. دي بقى اسمها المراهقه المتاخره او ازمه منتصف العمر. تحس ان الراجل من دول اتحول فجاه لقط بلدي في موسم التزاوج، وعينيه بتزوغ وقلبه بيلعب ويتلولو. انا مش ببرر للراجل يا حبيبتي، انا بس بفهمك ابعاد الموضوع. بس السؤال هنا، النزوه دي وصلت لاي مدى؟ الاعجاب ده كان مجرد اعجاب لحظي ولا فضل فتره بعديه هق ومق وطبله ورق والاعجاب رايح جاي؟ الست الشاطره اللي بتعرف تقيم وتعرف الموضوع ده بقى ماسخ ولازم تاخد موقف ولا تمشي الموضوع. وفي حاجات من الذكاء نشوفها بس نماين عليها ونعمل لها سكرين شوت ونشيلها الوقت عاوز. القرار التاني نعرفه ان احنا عرفنا واخدين بالنا بس بصنعة لطافة من غير خناقة كبيرة. القرار التالت ناخد موقف. اتقررت رابع، لا عندك رابع ايه، هي التالتة تابتة خلاص. ولو فضلت تقبلي النزوات هيخونك سبت وتلات. والنزوة دي يعني رسالة حلوة لصاحبته في الشغل، أو إنه مثلا يقعد يفضفض معاها عن مشاكله، يطمن عليها لما تروح، يقول لها كلتي روحتي نمتي، ويفضل بقى كل شويه يعمل لها لاف على الستوري بتاعها وشويه بقى حركات كده من بتاعه المراهقين. كل ده ممكن يعدي عشان بس ما نخليش الراجل شكله وحش قدام نفسه وقدامنا. انما بقى نلاقيه نازل يقابلها ويهندم نفسه ولا في اعجاب متبادل رايح جاي، لا بقى عندك. في الحالة دي لازم تعملي اكتيفيت لمود الست المجنونة الشرانية وتعملي معاه السليمة. اصل الحركات دي بقى بالذات ما ينفعش تتسامحي فيها. وفي ستات بتسمي الخيانة نزوة، ودول بقى احب اقول لهم يا خيبتك يا خيبتك يا خيبتك. لما تقفشيه عرف واحدة وانت تنبهي عليه ويعتذر ويقولك مش هعمل كده تاني، ويقولك انت الشمس والقمر وتسامحيه، وبعدين يعرف التانية وتاخدي موقف والتالتة وتاخدي موقف وهلم جرة بقى، ما هي ظابطت. هنا بقى لازم يكون رد فعلك نهائي وحاسم. سيبيله البيت بالعيال يشيل مسؤوليتهم واختفي، خليه يعرف ان الله حق. وعشان تتأكدي انه ندم ومش هيكرر اللي عمله لازم يجري وراكي ويصالحك 5 6 شهور عشان يعرف قيمتك كويس قوي ويبكي على اللبن المسكوب ويلملمه من على الارض كمان. فارجع واقول لك مش كل حاجه طلاق طلاق. مش عشان دخل على الفيسبوك وكلم واحده وقال لها عينيكي حلوه تطلبي الطلاق يا فوزيه. ربيه بس طلاق لا. خلي الكلمه لها هيبه وشمخه. الست الذكيه مش كل حاجه تعرفها عن جوزها تروح قايلها له زي الخايبه. الراجل لما بيتعود على رد فعل ما بيخافش منه. خلي ردود افعالك حاسمه وقويه. وطبعا مش هينفع تعملي ده غير لما يكون الغلط بتاعه كبير وعامل كارثه، وتكوني متاكده ان مفيش حد بيوقع ما بينكم وبيستغلك انك متهوره. خليكي ذكيه واعرفي الفرق ما بين النزوه اللي بتعدي والخيانه اللي ما بتعديش. يعني لو لقيتيه بيفلرت على زميلته في الشغل او هي اللي بتفلرت عليه، خدي سكرين شوت وشيليها. جمعي اصحابه في الشغل واعزميها من ضمنهم، ولمحي لها انك فاهمه ومش فارق معاكي وان هي مش قدك، بس من بعيد لبعيد. وخليكي ذكيه واضربي ولاقي، بس اوعي تنسي الدليل. وانتوا بقى قولولي بتتصرفوا ازاي لما بتلاقي رجالتكم بيعملوا حاجه غلط؟ وانا بسنت نبراوي، تابعيني في خيبتك عشان نشوف خيبتي وخيبتك.